في كوارث ممكن تدمر مدينة كاملة، وفي كارثة واحدة ممكن تخلي بلداً كاملة تنهار، بس من غير ما تعرف. في أحداث أندر وأخطر من كده بكتير، وده هو الدمار البطيء لقارة كاملة. خريطة العالم بتاعتنا هتتغير قريب. أنا بتكلم عن قارة أفريقيا اللي هتنقسم لنصين. في الجزء الشرقي من أفريقيا في قوة ضخمة جداً بتتحرك تحت الأرض. دي مش حرب ولا تغير مناخي، وكمان مش كارثة طبيعية مؤقتة. دي عملية جيولوجية بدأت من ملايين السنين ولسه مستمرة لحد دلوقتي. حسب دراسات الجيولوجيين، نظام الأخدود الإفريقي الشرقي هو شبكة ضخمة من الشقوق وخطوط الصدى اللي فيها الصفائح التكتونية بتنفصل عن بعض ببطء، وده كله تحت أفريقيا. أفريقيا فيها صفائح تكتونية ضخمة جدا. ممكن العملية دي تؤدي في النهاية لتكوين محيط جديد، بس قبل ما ده يحصل الموضوع ده بيتسبب في زلازل قوية جدا في أفريقيا. وكمان هنا فيه بعض من أنشط البراكين في العالم. واحد من أوضح الأمثلة على ده موجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هنا بيقع جبل نيرا جونغو، وهو بركان اسمه نيرا جونغونغو. ده رأي الخبراء، مش بس عشان البركان ده نشيط، لكن كمان بسبب نوع الحمم البركانية الغريب اللي جوه. أغلب تدفقات الحمم البركانية في العالم بتتحرك ببطء. غالباً الناس بيكون عندهم وقت كفاية عشان يهربوا، لكن في نيرا جونغو الوضع مختلف. الحمم البركانية بتاعته أرفع وأسرع في التدفق مقارنة بالحمم العادية في البراكين التانية. عشان كده الانفجار البركاني ممكن يكون مدمر جدا في وقت قصير جدا. بس قبل ما نبدأ المناقشة كنت عايز أطلب منك لايك واشتراك في القناة بتاعتنا، ده هيساعدنا جدا كصناع محتوى. يلا بينا نبدأ. في يوم 17 يناير 2002 حصل حاجة غريبة في مدينة غوما. فجأة اتفتحت شقوق على جنب البركان، وبدأت حمم كثير جدا تنزل ناحية المدينة. في خلال كام ساعة بس اتغطت الطرق وتبهدلت آلاف البيوت، وتأثرت حتى مطار المدينة. حسب التقارير من المنظمات العلمية والإنسانية، مئات الآلاف من الناس اضطروا يسيبوا بيوتهم، والحمم لسه بتجري. حسب بعض التقديرات عدد السكان المتأثرين وصل لحوالي 500,000. جزء كبير من مدينة جوما اتدمر، وكثير من العائلات فقدوا بيوتهم. لكن بالنسبة للعلماء الانفجار ده مش مجرد كارثة بركانية بسيطة، ده تحذير، إشارة إن في تغيير أكبر بيحصل في أعماق الأرض. وبعد 3 سنين حصلت حاجة غريبة تانية في شرق أفريقيا، المرة دي في إثيوبيا. سنة 2005 ضربت سلسلة زلازل منطقة عفار، وفي نفس الوقت منطقة بركان داباهو بقت نشيطة. لكن اللي كان مفاجئ أكتر مش الرماد أو الدخان اللي طلع في السماء، لكن الأرض نفسها. وأثناء استمرار النشاط الزلزالي اتفتحت شقوق ضخمة جدا في سطح الأرض، وصل طولها لحوالي 37 ميل في بعض أجزاء المنطقة. وللسكان المحليين كان المشهد ده كأنه لقطة من فيلم كوارث. لكن بالنسبة لعلماء الجيولوجيا كانت فرصة نادرة علشان يشوفوا عملية انفصال قارة وهي بتحصل قدامهم. وأثناء ما الخبراء بيدرسوا اللي بيحصل في الكونغو وإثيوبيا ظهرت علاقة مهمة، حتى لو الأماكن مختلفة والكوارث مختلفة، لكن هما الاتنين ليهم أصل واحد: نظام الصدع الواسع اللي بيشد تدريجياً الجانبين في شرق أفريقيا بعيد عن بعض. تحت المنطقة دي الماجما السخنة بتطلع باستمرار من أعماق الكوكب. العملية دي هي اللي بتقوي الزلازل، بتحرك البراكين، وبتضاعف قشرة الأرض تدريجياً في المنطقة دي. ومع إن العملية دي بطيئة، بس بالنسبة للجيولوجيين واضح إن في تغيير ضخم بيحصل دلوقتي. الثورات البركانية في الكونغو وتشققات الأرض في إثيوبيا مش قصص منفصلة عن بعض، هم جزء من تحول جيولوجي واحد ممكن يغير خريطة أفريقيا في مستقبل بعيد جدا. مع ذلك لو بصينا على خريطة أفريقيا دلوقتي مش هنلاقي محيط بيفصل القارة، لكن حسب الجيولوجيين ممكن الوضع ده ما يفضلش كده على طول. تحت الجزء الشرقي من أفريقيا
فيه حدود جيولوجية ضخمة بتمر في كذا دولة زي إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، وكمان مناطق تانية قريبة. ده المكان اللي فيه الألواح التكتونية بتشد بعضها بعيد واحدة عن التانية شوية بشوية. العملية دي بطيئة جدا. في الحقيقة في خلال سنة كاملة الحركة بتكون كامل بس، وصعب جدا تلاحظها في حياتك اليومية. لكن لما تجمع تأثيرها على ملايين السنين التغيير بيبقى ضخم جدا، وده بالضبط اللي حصل في تاريخ كوكبنا. حسب دراسات الجيولوجيين فات مئات الملايين من السنين. تقريباً كل الأراضي على الأرض كانت جزءاً من قارة عملاقة جداً اسمها بانجيا. مع مرور الوقت بدأت الصفائح التكتونية تتحرك لحد ما تكونت القارات اللي احنا عارفينها دلوقتي. عشان كده بالنسبة للعلماء اللي بيحصل في شرق أفريقيا مش صدفة غريبة في الطبيعة، ده عملية حصلت كذا مرة في تاريخ الأرض. الفرق دلوقتي إن عندنا القدرة نلاحظها وهي بتحصل. واحد من أهم الأماكن عشان نفهم ده هو مثلث عفار في شمال شرق أفريقيا. هنا بتتقابل 3 صفائح تكتونية كبيرة: صفيحة النوبة اللي بتغطي جزء كبير من أفريقيا، وصفيحة الصومال اللي موجودة في شرق القارة، وصفيحة العرب اللي متصلة بشبه الجزيرة العربية. حسب الجيولوجيين ال3 صفايح دول مش بيدفعوا بعض لجوه، بالعكس هم بيفترقوا عن بعض بهدوء، وكل ما المسافة بينهم بتزيد وبتشد قشرة الأرض القشرة بتبدأ تضعف وتبقى أرفع وتتشقق، وده بيسمح للماجما اللي جاية من أعماق الكوكب تطلع لفوق. وده السبب ليه في براكين نشطة وزلازل كتير قوي في المنطقة دي. وده كمان السبب اللي بيخلي بعض العلماء يعتقدوا إنه في المستقبل البعيد جدا ممكن مياه من المحيط الهندي تدخل الأجزاء المنخفضة من نظام الشعاب المرجانية، ولما ده يحصل ممكن يتكون بحر جديد، ولو استمرت العملية دي لملايين السنين ممكن يتحول ده لمحيط جديد بالكامل. بس المهم نفتكر إنه ده مش هيحصل في وقتنا. حسب أغلب الدراسات الجيولوجية النوع ده من انفصال القارات بياخد وقت طويل جدا، ممكن ياخد من كام مليون سنة لعشرات الملايين من السنين قبل ما يتغير شكل القارة تماما. وفي نفس الوقت السؤال الأهم للناس اللي عايشين هناك مش إمتى هيتكون المحيط الجديد، لكن إزاي هيقدروا يعيشوا وسط النشاط الجيولوجي المستمر. في أماكن مختلفة من شرق أفريقيا الناس بيعيشوا دايما مع الزلازل وظهور شقوق جديدة في الأرض وثورانات بركانية. بالنسبة لكتير من السكان ده بقى جزء من حياتهم العادية في مجتمعات عايشة قريب من البراكين النشطة. في طرق بتمر في أماكن اتعرضت قبل كده لتشققات في الأرض، وفي مدن الكل عارف إنها ممكن تتأثر تاني لو البركان القريب نشط. لكن رغم كده الحياة مكملة. في أطفال بيروحوا المدرسة، فيه محلات بتفتح كل يوم، وفيه عائلات لسه بتبني مستقبلها في أماكن معروفة من زمان إنها غير مستقرة جيولوجياً. وأثناء ما الخبراء بيدرسوا المنطقة دي ظهر اكتشاف تاني مدهش. لسنين كتير كان العلماء فاكرين إنه انفصال شرق أفريقيا هو مجرد نتيجة طبيعية لحركة الصفائح التكتونية، لكن لما درسوا أعماق المنطقة دي أكتر باستخدام تقنيات التصوير الزلزالي الحديثة اكتشفوا صورة أعقد بكتير. حسب دراسات الباحثين من جامعة غلاسكو ومؤسسات دولية تانية، في أدلة بتوضح إن في مادة سخنة جداً طالعة من وشاح الأرض تحت شرق أفريقيا. بعض العلماء بيسموا ده عمود الوشاح أو السوبر بلوم. ببساطة ده جزء واسع جداً من الوشاح بيكون أسخن من الصخور اللي حواليه في أعماق الكوكب، وهو بيطلع لفوق على مدار ملايين السنين بيعمل ضغط على القشرة اللي فوقيه وبيضعف تدريجياً وبيشد أجزاء من القارة. مع أن لسه في أسئلة كتير حوالين الدور الدقيق للسوبر بلوم في العملية دي، العلماء متأكدين أن اللي بيحصل تحت شرق أفريقيا مش مجرد حركة بسيطة لألواح تكتونية، فيه قوة أعمق وأكبر متورطة، وطول ما هي بتتحرك بهدوء في أعماق الأرض بتفضل تغير واحدة من أكبر القارات على كوكبنا. وبرغم كده كل ما العلماء بيدرسوا صدع شرق أفريقيا أكتر
بيبان أكتر إن اللي بيحصل تحت أفريقيا مش مجرد انقسام بسيط للقارة. في فعلا أدلة بتبين إن القوة اللي بتدفع العملية دي مش بتتحرك بشكل مستمر. وبحسب بعض الدراسات الحديثة من فرق بحث دولية ومنهم علماء من جامعة ساوثهامبتون، ممكن يكون المادة السخنة اللي طالعة من وشاح الأرض بتتحرك في شكل سلسلة من النبضات أو الأمواج بدل ما تكون حركة مستمرة. بمعنى تاني، هي مش زي الحنفية اللي المية بتفضل نازلة منها على طول، هي أشبه بالنبض. مع كل حركة للمادة السخنة جدا من أعماق الكوكب، الضغط على القشرة اللي فوق بيزيد، ومع مرور وقت طويل جدا العملية المتكررة دي ممكن تساعد في إضعاف أجزاء من القارة وتوسيع نظام الشقوق. لكن في الوقت اللي الخبراء بيحاولوا يفهموا القوة دي، ظهر لغز تاني عن الأرض فجأة وبقى في مركز اهتمامهم، وده ليه علاقة بالمية. لما بنسأل عن مصدر محيطات الأرض، غالباً بنفكر إنه كل المية موجودة في البحار، الأنهار، البحيرات، السحاب والجليد. لكن في العقود اللي فاتت النظرة دي بدأت تتغير. سنة 2014 دراسة قادها باحثين من جامعة نورث ويسترن في أمريكا قدمت دليلاً قوي إن في كمية كبيرة من المية ممكن تكون مخفية في أعماق وشاح الأرض. دي مش بحيرات تحت الأرض ممكن نعوم فيها، وكمان مش محيطات ضخمة تحت الأرض زي اللي بنشوفها كتير في أفلام الخيال العلمي. بدل كده، المية دي مربوطة جوه تركيب المعادن اللي بتتكون تحت حرارة وضغط عاليين جدا. واحد من أهم المعادن اللي العلماء بيدرسوها هو الرينجوودايت. المعدن ده بيتكون بس في أعماق كبيرة جدا من الأرض، في أماكن الضغط والحرارة فيهم عاليين قوي. لما الخبراء حللوا تركيب المعدن ده، اكتشفوا إنه يقدر يحتوي على الهيدروجين والأكسجين جوه الهيكل الكريستالي بتاعه. بمعنى تاني، المعدن ده يقدر يخزن كميات كبيرة من المية بطريقة ما يقدرش الإنسان العادي يشوفها. عشان كده في بعض العلماء بيعتقدوا إن ممكن يكون فيه مية أكتر بكتير مستخبية في المنتل عن اللي كنا متخيلينه قبل كده. مهم نفتكر إن لسه مش متأكدين بالظبط قد إيه الكمية الكاملة للمية دي. الخبراء لسه بيدرسوا الحجم الدقيق وتوزيع الخزانات دي، لكن في حاجة واحدة واضحة: دورة المية على الأرض أعقد بكتير من اللي تعلمناه في الكتب زمان. المية مش بس بتلف بين المحيطات والسحاب والمطر والأنهار، في جزء كمان من الدورة دي ممكن يوصل لمئات الكيلومترات تحت رجلينا. على حسب الجيولوجيين، فيه احتمال إن المية اللي على سطح الأرض دلوقتي ليها علاقة بعمليات حصلت وقت ما الكوكب كان لسه بيتكون من بلايين السنين فاتت. بعض المية دي ممكن تنزل للمنتل عن طريق مناطق السحب التكتوني، والبعض التاني ممكن يرجع للسطح عن طريق النشاط البركاني. يعني فيه تبادل بطيء لكن ضخم جدا للمواد بين سطح الأرض وأعماقها العميقة. وهنا بتبدأ قصة شرق أفريقيا تبقى أكثر إثارة. في دراسات بتقول إن بعض أجزاء المنتل تحت المنطقة دي ممكن يكون فيها تركيز أعلى من المعادن اللي بتحمل المية مقارنة بأي مكان تاني. لما نجمع وجود المعادن دي مع صعود مادة المنتل السخنة جدا من تحت، ممكن بعض العمليات الجيولوجية تحصل أسرع. ده مش معناه إن فيه محيطات عملاقة بتقسم أفريقيا من تحت بشكل مباشر، لكن ده بيبين إن في عمليات كتير مترابطة بتحصل في نفس الوقت في أعماق القارة. وأثناء ما العلماء بيدرسوا العمليات دي، في مكان تاني غريب في شرق أفريقيا بقاله فترة طويلة محيرهم: بحيرة كأنها لا تنسجم مع فهمنا المعتاد للطبيعة. في شمال تنزانيا قريب من منطقة الصدع هتلاقي بحيرة ناترون. من أول نظرة شكلها مجرد بحيرة في وسط بيئة جافة، لكن المية بتاعتها مختلفة بسبب التركيز العالي لكربونات الصوديوم ومعادن تانية مذابة. قلوية البحيرة بتوصل لمستوى معظم الحيوانات مش بتقدر تستحمله. وده كمان السبب اللي خلى بعض الصور المشهورة للطيور والحيوانات اللي تلاقت محفوظة حوالين البحيرة تنتشر. كتير بيتوصف على الإنترنت إنها بحيرة بتحول الحيوانات إلى حجارة، لكن حسب العلماء الأدق نقول إن القلوية العالية ومحتوى المعادن في المية هم اللي بيساعدوا في حفظ بعض بقايا الحيوانات بعد ما تموت. هم مش بيتحولوا فعليا لحجارة. مع كده
التأثير كفاية إنه يخلي بعض البقايا اللي اتلاقت حوالين البحيرة شكلها زي التماثيل. وزي كتير من الأماكن الغريبة في شرق أفريقيا، بحيرة ناترون لها علاقة كمان بالجيولوجيا النشطة في المنطقة. المعادن اللي بتديها الكيمياء المميزة دي لها علاقة بالعمليات البركانية والتكتونية اللي بقالها زمن بتشكل الجزء ده من أفريقيا. ببساطة، من البراكين لشقوق القارة لحد البحيرات الغريبة، القصة واحدة وبتظهر شوية بشوية في قوة ضخمة بتتحرك تحت شرق أفريقيا. وكل ما بنكتشف أكتر عنها، كل ما فهمنا بيتوسع عن إزاي الأرض بتغير شكلها بنفسها باستمرار. فعشان كده حتى لو كتير بيسموها البحيرة اللي بتحول الحيوانات لحجر، العلم الحقيقي وراها أعقد من كده بكتير. وهنا بيجي الجزء الأكثر تميز في بحيرة ناترون، البحيرة اللي تعتبر خطيرة على حيوانات كتير، هي في نفس الوقت مصدر حياة لحيوانات تانية. وبحسب ناشونال جيوغرافيك، بحيرة ناترون تعتبر موقع تكاثر مهم لفلامينغو الصغير، في مكان تقريباً المفترسين ما يقربوش منه. لقى الفلامينغو حصن طبيعي ليهم. المية اللي الحيوانات التانية بتخاف منها هي نفسها اللي بتحمي أعشاشهم. في موسم التكاثر آلاف وآلاف من الفلامينغوز بيجوا هنا في الجزء الضحل من البحيرة، بيبنوا أعشاشهم على جزر ومسطحات طينية صعب الحيوانات التانية توصل له. عشان كده في مكان واحد تقدر تشوف وجهين للطبيعة، لبعض الكائنات ده موت، وللبعض التاني ده أمان. وبينما بحيرة ناترون بتوضح تأثير المعادن البركانية ونشاط الشعاب على سطح الأرض، في مكان تاني في أفريقيا فاجأ العلماء أكثر. ده مش بحيرة ولا حتى بركان، ده دايرة عملاقة في نص صحراء، الصحراء الكبرى. في موريتانيا ممكن تشوفوا من الفضاء تكوين ضخم شكله زي العين، ناس كتير بيسموه عين الصحراء. في العلم معروفة باسم تركيب ريتشارد، ومن فوق شكلها زي سلسلة من الحلقات الكبيرة في نص الصحراء. بسبب شكلها اللي شبه الدائرة، ناس كتير زمان كانوا فاكرين إنها ممكن تكون حفرة ناتجة عن اصطدام نيزك، بس حسب مرصد الأرض التابع لناسا دي مش مجرد حفرة بسيطة في الصحراء، ولا حفرة ناتجة عن اصطدام من الفضاء. دلوقتي الجيولوجيين بيقبلوا أكتر إن تركيب ريتشارد هو قبة جيولوجية متآكلة. يعني ده كان زمان جزء مرتفع من الصخور، وتآكل تدريجياً بفعل التعرية على مدى فترة طويلة جداً. ومع تآكل الصخور الأطرى فضلت الطبقات الأقوى، وده اللي خلى شكلها زي هدف عملاق في نص الصحراء. وبسبب شكلها الغريب طلعت نظريات كتير عنها. في ناس بتقول يمكن ليها علاقة بأتلانتس المفقودة، وفي ناس بتقارن شكلها بالوصف القديم اللي قاله أفلاطون. بس لحد دلوقتي ما فيش أي دليل علمي قوي يثبت إن بنية الريشات هي مدينة قديمة أو بقايا أتلانتس. عشان كده لو بنتكلم عن وثائقي، التفسير ده أأمن وأصدق. مش لازم عين الصحراء تكون مدينة أسطورية عشان تبقى مدهشة، لأن القصة الحقيقية بتاعتها أعمق بكتير. دي سجل طبيعي لحركة الأرض وارتفاع الصخور والتآكل، وتاريخ طويل للأرض منقوش في نص الصحراء. في بحيرة ناترون بنشوف إزاي الجيولوجيا ممكن تخلي بحيرة خطيرة جداً. في بنية الريشات بنشوف إزاي الحركة البطيئة للزمن والأرض تقدر تخلق شكل شبه مثالي. شكلهم مختلف عن بعض، بس هما الاتنين بيفكرونا إن أفريقيا مش بس قارة صحراوية. السافانا والجبال، المكان ده معمل حي للأرض، مكان تقدر تشوف فيه قوى الكوكب، أوقات في النار، أوقات في المية، وأوقات في تشكيلات الصخور اللي ممكن تشوفها حتى من الفضاء. في الحقيقة السبب الحقيقي وراء تكوينه أكثر إثارة من نظريات المؤامرة الكثير. نبي ورينا قد إيه الطبيعة تقدر تعمل حاجات عظيمة لو اديتها وقت كفاية. وبينما العلماء بيحاولوا يفهموا تكوينات الغريبة في الصحراء الكبرى، في لغز تاني موجود جوا رملة الصحراء نفسها. ده مش حجر ولا حتى أحفورة، ده نوع من الزجاج في نص الصحراء الليبية. فيه آلاف القطع من الزجاج الأصفر متوزعة وبتلمع تحت الشمس. الحاجات دي معروفة باسم زجاج الصحراء الليبية. من أول نظرة شكله زي أي قطعة زجاج عادية، لكن لما العلماء فحصوه اكتشفوا إنه قديم جداً.
أقدم من الأهرامات، وأقدم من أول المدن، وأقدم حتى من تاريخ الإنسان نفسه. حسب الدراسات، القطعة دي تكونت من حوالي 26 مليون سنة فاتت، وده معناه بوضوح إن الإنسان ما عملهاش. السؤال الأكبر هو إيه اللي خلقها؟ عشان الرمل يتحول للزجاج محتاج درجة حرارة عالية جداً، أعلى بكتير من حرارة الصحراء العادية. عشان كده كتير من الجيولوجيين بيعتقدوا إن كان فيه حدث كوني قوي جداً حصل في المنطقة زمان. ممكن يكون نيزك كبير، أو كويكب انفجر في الغلاف الجوي، أو خبط قريب من المكان، وده خلق حرارة كفاية علشان فعلاً يسيح أجزاء واسعة من الرمل الغني بالكوارتز. مع كده في شوية تفاصيل لسه مش قادرين يفسروها بالكامل لحد دلوقتي. فعشان كده حتى لو فيه نظريات قوية، الأصل الدقيق للزجاج الصحراوي الليبي لسه جزء من اللغز. مش بس الحجارة والزجاج اللي بنلاقيهم في الصحراء الكبرى، وتحت رمالها كمان مخبي آثار الناس اللي عاشوا هنا في وقت ما كانتش الصحراء دي صحراء. سنة 2003 اكتشفوا موقع أثري مهم في النيجر معروف باسم جوبيرو. دلوقتي المكان ناشف جدا، بس من آلاف السنين كان فيه بحيرة هنا، وكان فيه مية كفاية تدعم مجتمعات بشرية كبيرة. علماء الآثار لقوا مئات المقابر اللي بتحكي قصص، وده قدم معلومات مهمة عن السكان القدماء اللي عاشوا في الصحراء الكبرى. بعض أول المجموعات كانوا صيادين وصيادي سمك، عاشوا في فترة اسمها الصحراء الخضراء، ودي كانت مرحلة لما كانت أجزاء كبيرة من المنطقة أكثر رطوبة وخضرة. لما المناخ تغير تاني، بعض المجتمعات دي اختفت، وجوم مكانهم مجموعات تانية من الناس. واحدة من أشهر الاكتشافات في جوبيرو كانت دفن واحدة، 6 وطفلين نايمين جنب بعض. عدى آلاف السنين، بس لسه باين من وضعهم قد إيه كانت العيلة دي قريبة من بعض. بالنسبة لعلماء الآثار، ده واحد من أكثر الاكتشافات المؤثرة في كل الصحراء الكبرى. ده بيفكرنا إنه قبل ما المكان ده يبقى صحراء، كان فيه ناس عايشين بيحبوا بيكونوا عيلة، وسابوا آثار لسه موجودة لحد دلوقتي. وفيه مكان تاني في الصحراء الكبرى بيورينا قد إيه الإنسان بدأ يراقب السماء من زمان قوي. ده هو نبتة بلايا في جنوب مصر، دلوقتي حواليه كله رمل، بس من آلاف السنين كان مكان مهم جدا للمجتمعات القديمة. أتكتشف هنا دائرة حجرية أقدم من ستونهونج اللي في إنجلترا. على حسب كلام كتير من الباحثين، ممكن يكونوا استخدموها كنوع من العلامات الفلكية علشان يتابعوا حركة الشمس وتغير الفصول. في نظريات أعقد بتربط الموضوع ده بالنجوم والكوكبات في السماء، بس لسه ما تأكدوش من بعضها بشكل كامل. اللي واضح بس إن الناس اللي عاشوا هنا من آلاف السنين قبل ما تشتهر مصر الفرعونية كان عندهم معرفة كفاية بمراقبة السماء. ويمكن ده أكبر درس من أسرار الصحراء الكبرى. لما بنبص على الصحراء دلوقتي بنحس إنها ما فيهاش حياة، بس تحت كل كومة رمل ممكن يكون فيه جزء مخفي من تاريخ الأرض. بحيرات قديمة، مجتمعات ضايعة، آثار لضربات كونية، وأسرار لسه العلماء بيحاولوا يفهموها لحد دلوقتي. لأن أوقات أكبر أسرار كوكبنا مش بتكون في أعماق المحيطات ولا في النجوم البعيدة، لكن بتكون مستخبية تحت شوية مترات من الرمل، ومستنية حد يكتشفها من جديد.